السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم الصحة، اللهم امين. موضوعنا النهاردة رد فعل النرجسي بعد ما انت عملتي له بلوك او بعد البلوك. يا ترى ايه؟ وامتى تعملي بلوك للنرجسي وامتى ما ينفعش انك تعملي بلوك للنرجسي؟ تمام. زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، دعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. ايه اللي بيخليكي اصلا تعملي بلوك للنرجسي؟ اللي بيخليكي تعملي بلوك للنرجسي هو انك تلقيتي منه رسائل تهديد، بيغيظك، بيضايقك، كل شويه بيكلمك او بيبعت لك رسائل عشان يشغل تفكيرك ويبقى هو محور تفكيرك، ويجبرك على انك تفكري فيه، ويجبرك على انك تبقي متضايقه وحزينه ومكتئبه وهكذا. فبالتالي انت بتحبي انك انت تريحي دماغك، تروحي عامله له بلوك. طيب، امتى تعملي بلوك؟ تعملي بلوك للنرجسي لما تكوني مش محتاجة للنرجسي، ولا محتاجة لفلوس النرجسي، ولا ليكي اي مصلحة عند النرجسي، مالكيش اي مصالح خالص عند النرجسي. النرجسي وجوده زي عدمه بالنسبة لك، سواء كناحية مادية او ناحية نفسية او ناحية معنوية. انت كده كده النرجسي لا يشكل ليكي اي اهتمام بالنسبة لك نهائي. خلاص. طب ليه انا بقولك كده؟ لان مفيش اسعد على النرجسي من انك تفك البلوك. مفيش اسعد من اللحظة دي عنده. مفيش اسعد من انك ابتديتي تنتقمي ورجعتي وانت مكسورة عشان محتاجاله. ارجوكي ما توصليش نفسك للنقطة دي، احنا مش عايزين النقطة دي، مش عايزين النرجسي يفرح فينا. يعني قلة البلوك اهون عليكي من انك تعملي بلوك وبعدين تفكي البلوك عشان انت محتاجه من النرجسي مصاريف وفلوس ومحتاجه مصالح من النرجسي، فغصب عنك بتفكي البلوك. فهمتي؟ فمفيش اسعد على النرجسي من انه يحس الاحساس ده، انه يحس بالانتصار، يحس باحتياجك ليه، يحس انك انت مذلولاله. طب ليه احنا نحسس النرجسي بكده اصلا؟ تمام. طيب، رد فعل النرجسي ايه لما انت بقى بتعملي بلوك؟ اولا بتبقى صدمه كبيره للنرجسي. ليه؟ لان النرجسي هو قبل انت ما بتعملوا البلوك بيبقى مهددك، مضايقك، بيبيع وبيشتري فيكي، بيهددك بالطلاق. فهو فاكر انك انت هتتوسلي له، هتترجيه زي كل مره، بقى انت ضحيه بقى، فهتتحايلي عليه. طب انا اسفه، طب ما تزعلش. فلقاكي مرة واحدة رحتي عملتي بلوك. دي بتبقى صدمة كبيرة للنرجسي. النرجسي بيحس هنا بعدم السيطرة، بيحس ايه ده، دي مش ضحية، ايه ده انا اترميت في اقرب باسكت زبالة، ايه ده، انا مش متوقع انها تعمل كده اصلا. فبتبقى صدمة كبيرة للنرجسي. فعلى هذا الاساس النرجسي ممكن انه يقول لا، ده انا اشوف واحدة تانية واغيظها، يا اما يرجع لك. ولكن الرجوع هنا تخلي بالك منه، لانه مش راجع عشان حاسس بالذنب، ولا راجع علشان انت على حق وهو على باطل. لا، هو راجع عشان يكسرك، راجع عشان ينتقم منك، راجع عشان يشوه سمعتك ويثبت لكل الناس اللي حواليكي انك اللي غلطانة، بدليل انك رجعتي ليه. تمام. لازم تعرفي ان كبر النرجسي وغروره يمنعه انه يشوفك قوية، يرفض ان يشوفك فوقتي لنفسك وشايفة نفسك وعارفة قيمة نفسك. علشان كده النرجسي لازم يرجع عشان يحولك لضحية تاني، عشان يعلقك بيه تاني وتتضايقي وتنهاري. وساعتها هتبقى القضية بالنسبة لك. ليه؟ لانك انت مش هيبقى عندك طاقة انك انت تستحملي تعب نفسي وارهاق نفسي اكتر من اللي انت مريتي بيه قبل كده. خلاص. بالنسبه للنرجسي اللي هو بقى ايه؟ اللي هو بيرجع وعمل لك هوفرنج، وبعد ما عمل لك هوفرنج وانت شربتيه كده زي الشطره وصدقتي الهوفرنج ده، خلاص يعمل ايه؟ يحتقرك. خلاص، يبتدي انه يحتقرك وينتقص من قدرك. طيب، اسلوب التعامل ايه مع النرجسي اللي بيحقرك؟ والله حسب ما انتي وضعك مع النرجسي. لو انتي لسه ضحية مع النرجسي، يعني هو لسه شايفك ضحية،
فانصحك بانك تعتزلي النرجسي، ما تتكلميش كتير معاه، ما يبقاش في حوار بينك وبينه، خلاص. لكن لو انت خلاص فكيتي تعلقك من نرجسي، ونرجسي كده كده مش فارق معاكي، وهو مش شايفك ضحيه، ولكن يعني هو ايه بيعمل نفسه قال يعني انت لسه ضحيه، بيقنع نفسه ان انت لسه ضحيه، لكن انت خلاص انت فكيتي تعلقك بيه وما بقيتيش ضحيه خلاص. فبالتالي يعمل ايه؟ بيحتقرك علشان يثبت لنفسه انك انت لسه ضحيه. فهمتي؟ لكن النرجسي في قرارة نفسه هو عارف انك انت مش ضحيه، ولكن بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده عشان يكسرك ويضايقك برضه. فهمتي؟ فالموضوع كله بيتبلور في ايه؟ بيتبلور انك انت لما تلاقي النرجسي بيحتقرك وبينتقص من قدرك، خدي الموضوع ضحك وسخريه، ما تاخديش الموضوع بمحمل الجد ابدا، لانك لو خدت الموضوع بمحمل الجد يبقى هو اللي في دماغه صح. فهمنا؟ فاهم شيء مع النرجسي وهو راجع عايز يرجع، اولا ما ترجعيش للنرجسي، وده قرار نهائي، اوعي ترجعي للنرجسي. خلاص انت عملتي بلوك، سواء بقى انت محتاجه له مش محتاجه له، اتصرفي. تقدري انك انت تشتغلي تطوري نفسك، تشوفي مصدر دخل، لانك راجعه لمستنقع النرجسي، انت راجعه لجحيم. فمش مش هتقدري انك انت نفسيا وصحيا، انت مش هتقدري انك انت تتحملي النرجسي فيما بعد نهائيا. خلاص. ولكن اهم حاجه انك، عشان كده بنقول مجرد انك انت اكتشفتي انك مع نرجسي يبقى لازم تطوري نفسك، سواء بقى في بلوك مفيش بلوك، في انفصال مفيش انفصال، اهم حاجه انك تطوري نفسك، عشان كده كده متبقيش محتاجه ابدا للنرجسي. تمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط استبق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.